ضرب طوفان من الأمطار الموسمية باكستان اليوم، مما أدى إلى تراكم المزيد من المياه فوقانية تجمعت أكثر من شهرين من فيضانات القياسية التي عودت بحياة مئات الأشخاص وشردت عشرات الملايين. وسرعت الحكومة الباكستانية ومنطقة الإغاثة الدولية إلى إنقاذ الناس والبنايات التحتية الحيوية، فيما وصفت المسؤولين بأن كارثة مناخية ذاتها أبعاد محلية اجتاحت السيول العنيفة الطرس المنازل والمدارس والمستشفيات في معظم الأنحاء باكستان. وأجبر الملايين أن ترك منازلهم وهم يكافحون المتجولين خلال مياه أسنة يصل عمقها إلى صدورهم، في حين تضرر جميع المحاصيل البلد وتقريبا إلى جانب الآلاف المواشي ومخازن القمح والأسمدة، مما أثار تحذيرات من أزمة غذائية تلوح في الآفاق. وتغطي مياه فيضانات الآن حولت ثلاثة البلاد بما في ذلك حجمها الزراعي، ومع المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأسابيع المقبلة. ومن المرجح أن تكون الأضرار الناجمة عن فيضانات أكبر بكثير من التقديريات الأولوية البالغة حول 10 مليارات دولار، وفقا لوزيرة التخطيط في البلد إحسان إقبال. وقالت صحيفة نيويورك تايمر إن الفيضانات أصابت بشكل بلدي كان يعاني بالفعل من أزمة الاقتصادية والتضخم أدى إلى ارتفاع الأسعار السلع الأساسية. وحذروا المسؤولين من أن الفيضانات تهددت الآن بإعادة باكستان سوت أو حتى عقود إلى الوراء وتأجيل النيران التوتر السياسية التي اجتاحت البلد منذ إتاحت برئيس الوزراء السابق عمران خان في الربيع الماضي.